السلام عليكم. أهلا بكل رجل من أقصى المدينة انضم لقناة خيرات وادي سعاد. أنتم البداية. في حلقة النهاردة هنرد على سؤال بيتكرر في كل مكان وعلى كل جروب وفي جميع الصفحات، كل يوم كل ساعة تقريبا: إيه أفضل تجمع أقدم عليه؟ وأنا هنا مش عشان أقولك اسم تجمع، أنا هنا عشان أقولك مفيش حاجة اسمها أفضل تجمع، في حاجة اسمها أنسب تجمع ليك أنت من مكانك أنت. الناس فاكرة إننا داخلين مول نختار أحسن حاجة، إحنا داخلين مشوار حياة، والمشوار ده لازم يبدأ بسؤال مختلف: أنا مين؟ وإيه ظروفي؟ وإيه اللي يناسبني؟ أنا مثلا لما قدمت ما سألتش عن الأفضل، سألت إيه التجمع الأقرب لمكاني. ينفع أزرع زيتون؟ هعرف أعيش هناك ولا لأ؟ لقيت نفسي في وادي سعاد، مش لأنه الأفضل لكن لأنه أنسب مكان لي. أنت ناوي تزرع إيه؟ مش كل تجمع ينفع لكل محصول. لو هتزرع زيتون مثلا، في تجمعات مش هينفع فيها زيتون. الجواب باختصار: مفيش حاجة اسمها أفضل تجمع، في حاجة اسمها أنسب تجمع ليك أنت. يعني لازم تسأل نفسك: أقرب تجمع ليك فين؟ كل ما كان التجمع أقرب للمحافظة اللي حضرتك منها أو مكان شغلك، كل ما كان أفضل ليك على المدى الطويل. وفي الآخر اللي بيخلي التجمع ناجح مش الأرض، الناس الناس الناس. مفيش أرض اسمها ما بتزرعش. في تجمعات نجحت لأن الناس كانت على قلب رجل واحد، وفي تجمعات وقفت مكانها لأن كل واحد رايح في ناحية، وكل مجموعة عاملة حزب. لو الناس اتجمعت وتعاونت وشالت بعض الدنيا تبقى جنة. بس لو كل واحد شغال لوحده، حتى أغلى أرض في الدنيا مش هتنفع. رجل من أقصى المدينة. سلام عليكم.